اليمن اليمن وما أدراك ما اليمن، أصل العرب ومعدنها. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ: ما هو، أرجل أم امرأة أم أرض؟ فقال: لا، بل هو رجل ولد له 10، فسكن اليمن منهم 6، وبالشام منهم 4. فأما اليمانيون فمذحج وكنده والأزد والأشعريون وأنمار وحمير. وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. سنده صحيح ورواه الحاكم وصححه. إذا ذكرت اليمن ذكر الركن اليماني والمحدث الأمير الصنعاني والعلامة الشوكاني وأمير العلماء الكوكباني وسيد الوعاظ والزهاد الخولاني. إذا ذكرت اليمن ذكرت الأوس والخزرج والمقدام المدجج. ذكرت الملكة بلقيس وأسماء بنت عميس. اليمنيون منهم شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان، وملك العرب النعمان، وخطيب الدنيا سحبان. اليمن منهم قبيلة جرهم، وهي أول من سكن مكة، ومن نسلها جاءت قريش، وتزوج منهم إسماعيل، ومن نسله جاء النبي عليه الصلاة والسلام. فاليمنيون هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وملك اليمن كرب بن أسعد تبع هو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من قبل أن يولد رسول الله، وهو أول من كسى الكعبة وأمر قبيلة جرهم بكسائها كل عام. أهل اليمن هم أهل الفصاحة والصباحة، هم أهل السماحة والملاحة، أرق الأمة قلوبا وأقلها عيوبا. هم أهل السكينة والوقار والفقه والاعتبار. أهل اليمن لمن لا يدري هم أنصار الرسالة وقادة الجهاد والبسالة. اليمن اشتق من اليمن ومن اليمين ومن الأمانة ومن الإيمان. ذكر الله تعالى اليمن وذكر مناطق اليمن، فذكر الله تعالى سبأ وذكر الأحقاف. وإذا ذكرت قصة الأصحاب الأخدود وإرم ذات العماد وقصة سبأ وبلقيس والسيل العرم والفيل وأبرهة، فلا بد لزاما أن تذكر بلاد اليمن. أهل اليمن هم أول من أجاب إبراهيم إلى الحج. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقام إبراهيم عليه السلام فنادى فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وبلغ الله صوته إلى جميع الآفاق. قال ابن عباس: فكان أهل اليمن هم أول من أجاب إبراهيم عليه السلام. ولما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لما نزلت أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري اليمني، أومأ إليه، أشار إليه ثم قال: هم قوم هذا. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. ولما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا. الإيمان يمان والفقه يمانية والحكمة يمانية. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أهل اليمن
هم أول الناس شربا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه قال إني لبعقر حوضي، يعني بمكان من حوضي، وهو المكان الذي يصطف فيه من يريد أن يشرب من الماء. قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، يعني أبعد الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، يعني حتى يسيل عليهم ليشربوا أولا أهل اليمن، ليشرب أولا أهل اليمن. قال النووي هذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه، مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. والأنصار الأوس والخزرج من أهل اليمن، قال فيدفع غيرهم حتى يشربوا، كما دافعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه والمكروهات.